مرحبا على أحلى متابعين مطبخ شموسة. واليوم وصفتنا هي كريسبي الدجاج. عندي هنا صدور دجاج دا أقطعها بشكل طولاني بهالشكل هذا. طبعا أنا ماخذة هذه من منطقة صدر الدجاج اللي تصير خلف صدر الدجاج اللي هي يسموها الفتيلة. إذا حابين تعرفون شلون نطلع هذه القطعة روحوا على فيديو السباجيتي بصدور الدجاج. أنا شرحت شلون بصدر الدجاج أكو قطعة تكون نطلعها للكريسبي تكون كلش ترفة وكلش طيبة وتستوي بسرعة. هذه القطع شوفوا يعني شلون عندي بهالشكل هذا. القطعة اللي يكون حجمها مناسب نتركها بهالشكل هذا، والقطعة اللي نشوفها عريضة دا أقصها. شوفوا مثلا هسه القطعة عريضة دا أقصها بهالشكل هذا بالطول حتى تتكون عندي قطع الكريسبي. راح أخلي ملح، فلفل أسود. فلفل أسود حطيته المجروش، يعني شوفوا مو كلش مطحون ناعم. شوية كاري، براس الخاشوقة مال كوب لمندوزي، ثوم مطحون، بابريكا حمرا حادة أو حلوة عادية يعني حسب ذوقكم، كل من حسب اختياره. شوية من الزنجبيل المطحون، و7 بهارات. الفلفل الأبيض هذا الشي خياري اللي يحب يسويه، بس نكهة الفلفل الأبيض كلش طيبة وريحته بالأكل همينة كلش طيبة. وهسه بعد ما خلطت البهارات، هذه البهارات راح أقسمها على قسمين، قسم أخليها على صدور الدجاج وقسم راح أخليها على الطحين. من صدور الدجاج بالبهار كلش زين. خلي طحين فد خاشوقتين 3 على صدور الدجاج، واخلي عليه مي من الثلاجة بارد. تقريبا هسه أنا حطيت معدل نص كوب. وعندي هسه باقي البهارات راح اخليها على الطحين ونخلطها. بهالاثناء انا هنا سويت عندي بوتيتا قطعتها بهالشكل هذا ودا اقليها، وراح ابدي هسه اقلي قطع الكريسبي، وراح ابدي اتبل قطع الكريسبي مباشرة هنا عندي بالطحين بهالشكل هذا. هنا أنا عندي أريد الزيت حرارته متوسطة، يعني مو كلش حار ولا بارد طبعا، يعني دافي. نكتها كل زين بالطحين. شوفوا شلون تطلع عندي القطعة، نكتها حتى تطلع عندنا هذه القشور مال الكريسبي. هسه بعد تقريبا دقيقتين نحاول نقلب قطع الكريسبي. شوفوا شلون طلعت وياي بداعة. شوفوا القطع رهيبة. حضرت هنا صينية وعليها مشبك مثل ما تشوفون، اخلي عليها قطع الكريسبي. وهسه صار عندنا الكريسبي جاهز وشي روعة بداعة. شوفوا القطع بداعة. طبعا هنا هذا المايونيز صلصة الثومة سويتها اني الثومية اللي هي طبعا كلش ترهم ويا دجاج، سويتها ويا الكريسبي. اذا حابين تعرفون الطريقة راح اخلي لكم اللينك بصندوق الوصف. وهسه راح نجرب سوية. كريسبي ومستوي من الداخل. شلون مستوي من الداخل وبنفس الوقت طري. روعة صدق روعة. وحتى الفتيلة اللي هي جزء من صدر الدجاج راح احط لكم الفيديو مال السباجيتي بصدور الدجاج.
همينة بصندوق الوصف حتى تعرفون الطريقة شلون طلعت هذا الجزء من صدر الدجاج واستخدمته. وإذا ما ردتوا تسوون عادي، يعني هو صدر الدجاج نفسه تقدرون تسوون بيه. روعة. جربوه وكتبوا لي بالتعليقات شلون طلع وياكم، ولا تنسون اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة، قناة مطبخ شموسة، وسهمكم ألف عافية.